من حلقات برنامجنا الأسبوعي أنا وأولادي. الحقيقة أنا وأولادي الحلقة ديت جاية متزامنة مع عيد الحب. يوم الثلاث أول امبارح في يوم عيد الحب كنت داخلة فصل، فالبنات أول ما دخلت قالوا لي هابي فالنتاين ميس، انتي مش لابسه احمر ليه؟ فقلت لهم طب البس احمر ليه يا ولاد؟ انا خدت الحصبه من زمان، هاجي حصب تاني دلوقتي؟ قالوا لي لا يا ميس، ده الفالنتاين بنلبس له احمر. فقلت لها وماله، نلبس يا حبيبتي المره الجايه احمر. فقالوا لي علشان نقول لك ان النهارده عيد الحب وان احنا لازم يكون في حاجه حمراء في الاجواء. راحوا بصراحه الفصل راح مقدم لي ورده، بس حقيقي كانت فرحتي بالوردة دي كانت جميلة قوي. فبقول لهم انتوا بتقدموا لي الوردة ليه؟ قالوا لي علشان عيد الحب. قلت لهم الحب مش عيد، الحب حياة، الحب ممارسة، الحب فعل احنا بنعيشه يوميا في حياتنا. الحب ده يا ولاد عامل زي ايه؟ الحب ده كده عامل زي المصفى. عارفين المصفى اللي ماما كده بتستخدمها في البيت؟ اهو الحب ده المصفى، الفلتر الداخلي اللي جوايا. الفلتر ده بيعمل ايه؟ الفلتر ده بياخد الشوائب يطردها على جنب وينزل لي الميه الصافيه، بينزل لي العصير الصافي الحلو اللي انا افضل اروي بيه قلبي واروي بيه نفسي. يعني ماما لما تيجي تعمل لي في البيت عصير، تعمل لي جوز، تعمل لي عصير طماطم، تيجي تضرب طماطم ولا تعمل لي عصير، الاقيها بعد ما تضرب في الخلاط هتلاقيها بتدلق العصير ده في المصفى، بتصفي لك الشوائب، بتنزل لك العصير جميل وطازه وساده وطعمه حلو جدا. الشوائب بقى القشر على البذر على مش عارفه ايه، بتاخده ماما ده وتروح ترميه. الحب جوانا زي المصفى، بيصفي الأحداث والعلاقات اليومية اللي بتحصل، بينقلنا المعاملات السيئة اللي بتحصل، بطردها بره قلبي، بطردها بره نفسي، واخد المعاملات الصافية الجميلة الحلوة وخليها جوايا. حلقتنا النهاردة عنوانها غريب، الفالنتاين مع يحيى حقي وقنديل أم هاشم. يحيى حقي ده أديب وكاتب روائي كبير جدا، ليه كتير من المؤلفات العظيمة زي قنديل أم هاشم وزي البوسطجي، رواية البوسطجي. قنديل أم هاشم دي بتحكي عن شاب مصري درس الطب، سافر في ألمانيا، درس أحدث النظم وأحدث التعليم وإيه هي العلاجات الصحيحة، ورجع لبلده لمنطقته لحتته عشان يعالجهم ويرفع من مستواهم. لقاهم كلهم بيتداووا وخاصة مرضى العيون بزيت قنديل أم هاشم، وكانوا بيرفضوا أي تداوي غير بالزيت ده، لدرجة إن بنت عمته أو بنت عمه اللي كانت عايشة معاه لما أصيبت بمرض في عينها نتيجة لشغل الإبرة وبدأ نظرها يضعف، فكانوا بيقطروا لها من الزيت دوت. كانت النتيجة إنها اتعمت. هو لما لقاها اتعمت كل اللي عمله ان اخد عصاية واخد شومة وراح نزل قعد يكسر في القنديل دوت. ما كان من الناس الا ان هم اتلموا عليه زي ما يكونوا بحر وادوله حتة دين علقة ما اخدهاش حرامي في مطلع، وراحوا طاردينه بره الحتة او بره الحارة بتاعتهم. طبعا هو ساب الحارة وراح اتعالج من لانه كان طريح الفراش بعد ما اتكسر عظمه نهائيا. قعد بينه وبين نفسه يسأل هل العيب فين؟ العيب في الطب ولا العيب في الناس ولا العيب فيا؟ لما شفي جسمانيا من آثار العلقة كان شفي نفسيا وعرف ايه هي الغلطة. الغلطة كانت منه هو. ليه؟ لأن الأسلوب العلمي بيتسم بالجفاف، الأسلوب العلمي بعيد عن المشاعر، الأسلوب العلمي الجاف ده لا يصلح إلا داخل المعمل. لما باجي بعمل تجربة معملية أو باجي بشوف أثر دواء على الإنسان وبجربه على الحيوان، هل هو هيكون صالح ولا لأ؟
لو الدواء ده انا قعدت فترة طويلة اجري عليه ابحاث ولكن طلع انه فاشل، عليا اني انا اتقبل هذا الفشل بصدر رحب واعيد التجارب مرة أخرى، بعيد عن المشاعر، بعيد عن المصالح الشخصية، بعيد عن الأهواء، بعيد عن كل شيء يمت للمشاعر بالسلام. لكن مع الإنسان ما ينفعش جفاف، مع الإنسان ما ينفعش أتسم بالأسلوب العلمي الجاف. ما كان من الطبيب المصري دوت الشاب اللي إنه رجع للحارة مرة أخرى، بس رجع بعد ما عرف غلطته. هو رجع كإيه؟ رجع كإنسان، مرجعش كطبيب نهائي. كل اللي عارفه إنه هو معرفش يكتب حبهم، هو اختارهم. كل اللي عمله إن هو بدأ يقعد معاهم يسمعهم كإنسان مش كطبيب. قعد وسمع أفكارهم الغلط وتقبلها وضحك معاهم، قعد يسمع وجعتهم وشكوتهم وحس بيها وتفاعل معاها كإنسان مش كطبيب. أما بدأ يكسب حبهم ويكسب ثقتهم، بدأ يفتح طريق إنه هو يقول لهم المعلومات بتاعته. بدأ لما يسمع واحد يقول له أنا عيني وجعاني ومزغللة وحرقاني ومش قادر، يروح مطلع من جيبه القطرة ويروح منقط كده، يعني يقول له تعرف أنا برضه كنت بشتكي من الألم زيك ده، أما استخدمت القطرة دي ريحتني. لما لقاه مسك ونقط كده راح هو سحب منه القطرة وراح منقط هو كمان في عينه. هنا هو عمل إيه؟ هو أخد الخوف اللي جواهم اللي زرعوا فيه الدجال، الخوف من الأدوية، وقال لهم انت حاجة اهو وديني بجربها قصادهم. هم صدقوه، بس صدقوه امتى؟ لما كسبهم كأشخاص، أما كسبهم كإنسان مش كمرضى عنده. حتى بنت عمه اللي الفتاة البسيطة اللي هي فقدت بصرها بعد ما استعملت القنديل ده، هو رجع لأهله وبدأ يعامل بنت عمه مش كفتاة بسيطة جهلة ما بتعرفش تقرأ ما بتعرفش تكتب، معلوماتها محدودة ما هي إلا إنها بتقعد مع والدته في البيت بتقضيلها الطلبات. لا، هو عاملها كإنسانة ليها مشاعر ليها أحاسيس، عاملها كإنسانة بتفهم. نزل لمستواها وقعد ياخد ويدي معاها في الحوار، قدر إن هو يحسسها إنها إنسانة، والإنسانة دي جديرة بالاحترام وجديرة إن أنا أسمعها. فما كانت منها إلا إنها وثقت فيه وقبلت إنها تعمل العملية، مع إن الدجال اللي قاعد في الحارة حذرهم وقال لهم لو عملت العملية هتفشل، ولو العملية فشلت القنديل مش ممكن ينفع معاها تاني. لكنها صممت ليه إنها تعمل العملية بالرغم من إن الدجال قال لها لا ما تعمليش، لأنها حبته ووثقت فيه فإذ سمعت كلامه. قنديل أم هاشم اتكتبت في الأربعينات في القرن الماضي، اتكتبت سنة 1944. قنديل أم هاشم اتعملت رواية سنة 1968، اتعملت في رواية كبيرة. في الفترة دي لفتت أنظار أن القصة دي قنديل أم هاشم كتير من النقاد ومن الكتاب، وقالوا إنها ثورة على تقاليد المجتمع المصري، ثورة على الخرافات. لكن احنا هنا السنة دي في 2023 اقدر اقول لكم ان قنديل ام هاشم هي اول دعوة للفالنتين سنة 44. قصة قنديل ام هاشم كلها مبنية على ايه؟ انك بالحب تقدر تكسب اللي قدامك، بالحب تقدر تصلح اخطاء واوهام مترسخة بقالها زمن وبقالها سنين داخل النفس البشرية وداخل عقل أي إنسان. بالحب تقدر تقوم وتصلح. لما أجي أنا أخد فكرة قنديل أم هاشم وقصة أم هاشم القنديل دوت وأجي أطبقها أنا على حياتي وحياة أولادي، هلاقي إن قنديل أم هاشم هي ينفع ان انا في عيد الحب ان انا اعرض قنديل ام هاشم، الاقي قنديل ام هاشم بالقصه بالدعوه للحب بتاعتها اخدها واطبقها عليا وعلى اسرتي. ازاي هنقيم قنديل ام هاشم
وندخلها في حياتنا اليومية من خلال 3 نقط بالضبط. أول حاجة في علاقتي بيني وبين أولادي، أرجوك يا بابا وأرجوك يا ماما، اوعى تكسر، اوعى تزعق، اوعى تخرب، اوعى تمسك عصاية وتروح طايح في الكل. يعني ايه؟ يعني ما دعقش، يعني مش من حقي ان انا ازعق واقول لابني انت غلطان، لا زعق. انا ما بقولكش ما تزعقش، مفيش حد ما يقدرش يزعق، بس لما تيجي ترفع صوتك خد بالك في مستوى، في سقف للزعيق. ليه؟ خليك وانت بتزعق يبقى في مرجوع سواء ليك او لابنك. حتى بعد ما زعقت خلي في خط رجعه، ان انا اجي كده لو عايز اصالح ابني او بنتي، او عايز اقول كلمه اداوي الموقف واداوي الشوشره اللي حصلت والتربكه اللي حصلت، فلازم اخلي فيه سقف للزعيق بحيث ان انا اقدر ارجع وصافي مع ابني. خلي فيه خط رجعه حتى لابني او بنتي لما انا ازعق فيه يجي كده ويحاول انه يعتذر لي، انه يراضيني بكلمه. خلي الباب موارب، زعق بس سيب الباب مفتوح وتقول له تعالى انا زعقت بس انا مستنيك تيجي تصالحني، انا هسيب الباب مفتوح حتى عشان انا اخرج وانا وانت نتقابل في نقطه وسط ونتقابل مع بعضينا. لكن لو عملت زي الطبيب المصري راح مسك الشومه وعمل نفسه واد جدع قوي وراح مكسر الدنيا، عارف انت لما تكسر الدنيا كده كل اللي هيحصل ايه؟ هو مش هيقدر يرد عليك ولا هيقدر يعمل حاجه، لكن كل اللي هيعمله ابنك او اللي هتعمله بنتك انها هتطردك بره. هي مش هتطردك بره البيت ولا هتطردك بره الحاره، هي للاسف اللي هيحصل اكتر من كده انها هتطردك من بره نفسها، هتطردك من بره قلبها. خلاص ما عادش ليكي مكان، انت كسرتي كل حاجه، انت كسرتي نفسيتي، كسرتي عقلي، كسرتي قلبي، فما عادش ليكي مكان. خد بالك يا كل اب وكل ام ان مش انت اللي بتربي لوحدك، في المدرسه بتربي، في السوشيال ميديا بتربي، العلاقات الاجتماعيه من اصدقاء بتربي، وتأثير واثر الاصدقاء اكتر من الاثر بتاعك. فاوعى تكسر، لان ساعتها انت هتطرد من بره قلب ابنك، وهيكون الاثر لمين؟ هيكون الاثر للاصدقاء. فما تخليش نفسك خارج حياة ابنك، واوعى تكسر وتقول انا كده بقيت راجل وهقدر ان كلمتي تمشي. لا، انت لا كلمتك هتمشي ولا حاجة، ده كل الحكاية انك هتبقى خارج حياة ابنك ومش هيقولك. تاني نقطة، زي ما رجع الطبيب وعاش وسطيهم مش كطبيب متعالي، هو نزل لمستواهم. انزل او انزلي يا ماما لمستوى ابنك او بنتك. احنا ما بناخدش بالنا ان ولادنا لما بيكبروا وبيوصلوا كده في مرحلة مراهقة ونلاقيهم ما شاء الله شاب جميل دقنه قد كده ما شاء الله طالع ومش عارفة طرطيش واحدة تحت مناخيره مش عارفة ده شنب ولا عربية وهي ماشية طرطشت على وشه، والاقي بنتي ما شاء الله ماشية جنبي اطول مني. اوعى تفتكري ان هذا النضج الجسمي بيعني ان هو النضج العقلي والنضج الفكري. ده احيانا كتيرة ولادنا بينضجوا جسميا قبل ما بينضجوا فكريا. علي ان انا اخد بالي من النقطة دي، اني انا افضل واقفة جنب ابني وبنتي لحد ما اوصلهم لمرحلة النضج الفكري. انزلي لمستوى ابنك، اسمعي الاخطاء بتاعته، اسمعي الاوهام والمعتقدات الخاطئة اللي بتخشله من بره علشان تعرفيها ايه وعشان تصلحيها. هديكم مثال واقعي من الحياة انا عشته. كانت بنت في الاعدادية جت وبتقول لي ان هم في حصة البي اي او في حصة الالعاب يعني بيقعدوا قعدة بنات وبيقولوا كلام مش لطيف، كلام خارج حدود اللياقة وفي معلومات صعبة جدا بتتقال. وقالت لي يا ميس انا قلت لك اهو بس بشرط ما تطلبيش مني ان انا ما اقعدش القعدات دي. اولا انا ببقى مبسوطه وبنقعد نضحك جدا، تانيين هيتريقوا عليا لو ما قعدتش معاهم. قلت لها طيب هنعمل كده
قانون عقد اجتماعي سياسي بيني وبينك. انت شرطت شرط، قلتيلي يا ميس لو سمحت انا هقعد معهم وما تقوليش اقعدي، لان اانا ممكن اقولك واروح اقعد. خلاص اتفقنا، اقعدي وانا قبلت شرط. انا كمان هحط لي شرط وانت اقبلي الشرط. كان شرطي ايه؟ قلت لها عقب كل حصه تيجي تحكي لي انتوا بتقولوا ايه ونقيم مع بعض الكلام. قالت لي طيب. قعدنا في الفتره دي حوالي 3 شهور بنزل للمستوى ده، اسمع هي بتقول ايه، وكان كلام صعب، واحاول ان انا اقوم وافلتر الموضوع. وقعدت اقول لها ان كل الكلام اللي بيتقال ده اللي انت مش قادره تواجهي بيه بابا وماما، انا عايزه اقول لك يوم ما هتاخديه في الساينس، يوم ما هتاخديه في العلوم، انت هتقعدي وتتكلمي وتناقشي مع المستر بتاعك وتناقشي في الموضوع مع بابا وماما. بس لانه كلام دلوقتي في مجمله الصحيح انا اقدر اتكلم واجهر بيه، لكن لما هو كلام في اعداد جانبيه وفيها حاجات خطا انا خايفه اتكلم بيه. فضلت ماشيه معاها لحد ما بدات تدرس الدروس دي في الساينس. بدات البنت ترجع من المدرسه، بدل ما كانت تيجي تقول لي انا بس الكلام اللي على جنب، بقت تقول لمامتها انا اخدت درس كذا، انت عارفه ان الهرمون الفلاني كذا كذا، وبقت تقولها وهي متفاخره بايه؟ بالمعلومات اللي عندها. ابنك لو بنتك اللي هو نازل لمستوى صغير انزليله، لانك لما هتنزليله وهتقعدي معاه على اول بسطه وعلى اول سلمه هتقدري انك تمسكي ايده وتطلعوا سوا انتوا الاتنين للدور الفوقاني. لو سمحت انزلوا لمستوى ولادكم، اسمعوا ولادكم، استخدموا حتى بعض الالفاظ على رأي كده ما بيقولوا هنفنفن سوا بشوية كلمات. انزلي للمستوى ده. هما دايما يقولوا ايه؟ انجز، لخص، كبر الجمجمتين، روق الاناني بقى شوية. وماله؟ اضحكي مع بنتك، اضحكي مع ابنك وقول نفس الكلام. تقول يا ابني انا تعبانه والعظمتين عندي واجعيني، جايه من الشغل دماغي قد كده، ممكن تسيبني ارتاح؟ اضحكي معاه واستخدمي نفس الالفاظ. صدقيني هتكسبي وهتكسب. لما هتنزل لمستوى ابنك وعايز ترفعه، عمرك ما هترفعه بالنصح والارشاد، انت هترفعه انت. انزل لمستواه، افهمه واعرفه، طمنه، طلع اخطائه، ساعتها هتقدر تطلع معاه، تاخده من ايده وترتقي بمستواه وتكبره، زي ما عمل الطبيب المصري. سمع اخطائهم وسمع معتقداتهم، قدر يمسكهم من ايدهم ويخليهم يستعملوا العلاج الصحيح اللي يخفوا بيه من العمى، اللي هو الجهل. المقصود بيه الجهل، العمى هنا مش الفقدان البصر، لكن هو فقدان البصيرة للإنسان. عشان تنور عينيك عينين ابنك أو بنتك، انزل لمستواه عشان تقدر تنور عينيك. النقطة الثالثة، ادي لابنك وبنتك من وقتك، ما تبخلش عليه من وقتك. الطبيب عمل ايه؟ أول ما رجع ادالهم من وقته، بقى قاعد معاهم في القهوة، ساب العيادة وساب التجارب. دلوقتي مش وقت عيادة ولا كلام نظري، دلوقتي العملي. عمل ايه؟ اداهم من وقته. اقعدوا مع اولادكم، ادوهم من وقتكم، اسمعوهم. حتى لو انت جاي تعبان شوية، ممكن تضحك معاه وتقول له ايه؟ بص انا فاصل منك دلوقتي، يعني ممكن اهيس واضرب كلمتين انا مش فاهم انا بقول ايه. عايز تقعد معايا كده اقعد، عايز تسيبني 10 دقايق ارتاح فيهم ونرجع نقعد مع بعض، ماشي. خيريه، ساعتها هيقولك طب ريح، طب اقعد معايا شويه نضحك وبعدين نروح ريح ونتكلم تاني. ابنك وبنتك الوقت اللي بيقعدوا معاك انت ما تتخيلش هو بيبقى سعيد قد ايه. ادي من ابنك، ادي لابنك من وقتك، بدل ما ياخد الوقت ده ويروح يقعد بيه مع الدجال او المروج للاوهام وتخش في راسه افكار واخطاء ومعتقدات خاطئة. الدجال بتاع الحارة موجود دلوقتي بصورة أصدقاء السوء، في صورة السوشيال ميديا والحاجات اللي بتبثها خاطئة، في صورة أفلام غير صحيحة، في صورة معلومات وأعداد سوء غير صحيحة. يبقى أنا لما كنت تعبان وأقعد مع ابني وبنتي واديله وقتي، أنا بحميه
وبحمي نفسي من تعب ومشاكل هتتفتح عليا. احمي نفسك واحمي ابنك واديله من وقتك. صدقني التعب اللي انت حاسس بيه صدقني هيروح لما تقعد شوية مع ابنك وبنتك وتضحك. اضحكوا مع ولادكم، حبوا ولادكم، عيشوا الفالنتاين كل يوم مع ولادكم، عيشوا الحب كل يوم مع ولادكم. ولادكم بكرة هتكبر، يا إما هيفتكروا الوقت والحب اللي قضوه معاكم، يا إما هيفتكروا العصاية اللي كسرتوا بيها كل شيء وطردوكوا بره حياتكم. عيشوا الحب وخلوا كل يوم عيد الحب وتمتعوا بولادكم والوقت اللي تقضوه مع ولادكم. حلقة النهاردة أتمنى إنها تعجبكم، وإن شاء الله استنوني الخميس الجاي في الحلقة الأسبوعية مع أنا وأولادي. أشوفكم على خير إن شاء الله. أتمنى تدعموني باللايك والشير، ولو الحلقات عجبتكم اكتبوا لي في تعليقاتكم وقولوا لي عايزين موضوعات إيه المرة القادمة نتكلم بيها. وكل سنة وانتم طيبين، وكل عيد حب وانتم طيبين.